الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، وما نحن إلا بالله وله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. معاشر الإخوة الأعزاء، جاءني السؤال من أحد الأشخاص يقول أنه ينوي السفر ويريد أن يذهب إلى البحر للسباحة مع أولاده وزوجته، فهل يجوز ذلك شرعا؟ أقول وبالله التوفيق. البحر ماؤه طهور، ميتته حلال وهي السمك، ماؤه يجوز الوضوء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. السباحة فيه جائزة بل واجبة، واجب تعلم الأطفال السباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فالبنات الأولى بهن تعلم ركوب الخيل. المشكلة ليست في البحر، بل من يجتمع حول البحر. المشكلة في العري الذي هو حرام، العري الذي جعله الله عقابا في القرآن الكريم لأبينا آدم وحواء ملي كانوا من الشجرة. قال الله سبحانه وتعالى: فأكلا منها، هو ومراته في الجنة، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، يعني تعراو، تحدات العورة ديالهم، فكان عقابا لهما من الله سبحانه وتعالى. إذا البحر المشكل ديالو هو العري. الغريب أنك تلقى نساء وفتيات عريانين، لابسين بياس، دو بياس، تروا بياس، عري. والمشكل ملي كيكملوا البحر، والبحر عامر فيه الالوف ديال البشر، كيبغيو يطلعوا في حالهم كيلبسوا الملابس ديالهم. ما معنى هذا؟ هذا معناه ان هذوك اللي كانوا في البحر عميين، ما كيشوفوش، ما عرفوش ان هذوك اللي في البحر هما اللي غيتلاقاو معاهم في المدينه فوق. شافوهم عريانين في البحر وخارجين لابسين. مناش غتلبسوا؟ تعريتوا وغتغطاو قدام هذوك اللي تعريتوا قدامهم. ليس هناك منطق. أما الشباب حدث ولا حرج، كاين اللي جاي البحر باش يسقي العوينات ديالو، يزني بعينيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان يزنيان وزناهما النظر. وكاين اللي جاي هو خبيث كيقلب على خبيثة، وكاين اللي جايب الكلب ديالو، جايب الموسيقى، كل ما حرم الله تلقاه في البحر. منه اللي عنده العضلات ديالو، غادي وجاي، والتراكسيون يديرها قدام البنات وكذا باش يبين العضلات ديالو، يبين زعما شكون هو. السام، البغال، وعقول العصافير. ولكن اللوم الكبير هو على ذاك الاب اللي كيجيبهم ويوصلهم للبحر، يعري المراه ديالو ويعري بناته ووليداته، يعريهم ويقول لهم عوموا في البحر. هذا ديوت، والديوت لا يدخل الجنه، الذي لا يغار على اهله، بل هو كيعينهم على الفاحشه، كيكون هو المسؤول الاول. دار لهم الخاطر، قال لك واش غادي ديروا؟ والدراري بغاو البحر، اش غنديروا؟ ما عندك ما دير هنا، ولكن يوم القيامه عندك ما دير. يوم القيامه هما غادي يوقفوا يحتجوا عليك قدام الله سبحانه وتعالى انك عريتيهم وساهمتي في المعصيه معهم. اش غتقول الله سبحانه وتعالى؟ كنفكروا الاولاد وما كنفكروش الله سبحانه وتعالى اش غيقول لنا. غتقول الله سبحانه وتعالى على المسؤوليه اللي يعطاك الله سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اش غتقول الله سبحانه وتعالى؟ مسؤوليه. اختي ما تخسرش الخاطر ديال الدراري، ولكن انت ما طبقتيش حكم الله سبحانه وتعالى. يوم القيامه هما يكونوا حجه عليك، يقولوا: يا ربي احنا ما وراناش، ما كناش عارفين. ولو يكونوا عارفين. شوف عمر بن عبد العزيز عليه من الله الرحمات، وهو خليفه المسلمين، قبل ان يموت عيط الوزير ديالو رجاء الصالح وتصدق بكل ما لديه من المال. قالوا: ما تركت لأولادك؟ عمر بن عبد العزيز كان عنده أولاد وبنات. قال: تركت لهم الله، فإن كانوا محسنين فالله يتولاهم، وإن كانوا غير ذلك ما نخليش لهم واحد المال اللي أنا غادي نموت ونسأل عليه أمام الله سبحانه وتعالى. هم يعصوا به الله وأنا أسأل عنه يوم القيامة. سبحان الله. شوف، غير في الغرب هنا عندنا في أوروبا وفي أمريكا كاين ناس ماتوا والأموال ديالهم خلاوها للخيريات،
إنسانية، ما يعرفوش في سبيل الله ولكن خلاوها إنسانية، ما خلاو ولادهم والو. قال لك إلا كانوا قادين بحالنا تا هما غيديروا الثروة ديالهم. وجا عندنا حنا في البلاد كاين اللي جامع الثروة ديال 500 عام هو غادي يعيش 70 عام. بل كاين اللي شاد قرية مالكها كلها وكتبها لولادو، حتى الخيريات خد المال ديالهم تا هو ودخلهم عليك الثروة ديالو. كاين اللي شاد فلوس لا يعلمها الا الله دار سويسرا وخلاها، ما خبر بها لا مراته ولا ولادو، مات ميتة البغتة. قاد ديك الاموال تاخذتها الدولة ديال سويسرا والناس كتموت بالجوع ما عندهاش ما تاكل. فين هو التكافل الاجتماعي ديال الاغنياء مع الفقراء؟ سبحان الله، قلوب قصحات، نسأل الله العافية. اذا نرجع للمسألة ديال البحر، كتشوف عجائب وغرائب لا يعلمها الا الله. هاد المرأة اللي كشفات الحوايج ديالها وحيدة في البحر، ما سمعتش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت زوجها شنو كيوقع لها إلا كشفت الستر بينها وبين الرحمن، حديث صححه الألباني. كشفتي الستر يا امرأة اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذاك العري ديالك. حتى دوك اللي ما معرياتش دايره النقاب ودايره الحجاب والبوركيني أو بوركينا فاسو كنسميها أنا، قالت كندخل البحر محجبه، كتدخلي غير كتدخلي الماء، الحوايج كيلصقوا عليك كيولي كلشي باين. المغرب فيه 3500 كيلومتر، سيري قلبي على شي بلاصه خاويه. الاخوات بغيتو تعوموا نوضوا الصباح بكري 6 ديال الصباح، دخلي للبحر عومي، يكون معك المحرم وعومي، ما كاين حتى شي واحد. توصل لسعود صافي جمعي الباكاج ودخلي في حالك. غادي يجيو اهل المعاصي واهل العري واهل الفتن. وكل مرأة كنقول لها تخيلي أنك في البحر ومتي هذيك الساعة، باش غتلقاي الله سبحانه وتعالى؟ تموتي عريانة، جاك الموت، الموت كيجي بغتة، جاك الموت وانت مريحة في البحر. أو ديك البنية جات الموت وهي في البحر، شحال من وحدة غرقت في البحر حتى لحال البحر وهي عريانة مكشوفة ميتة، والناس كتشوفها عريانة بعد موتها، نسأل الله العافية. وبهذه المناسبة كنقول حتى الرجال داير شورت، الراجل قال لك داير معزار، شنو هاد المعزار؟ داير شورت مضيق العوره ديالو كتبان، كيقول لك لابس معزار. يا ودي انت راك عوره، الرجل مع الرجل عوره. من الركبتين، من السره، من السره الى الركبتين عوره، تا كلشي كيبان، المفاصل كيبان، لا يجوز لا انت تعرى ولا المراه تعرى. اذا جزاكم الله خير. البحر ليس حرام، ولكن ما فيه من عري ومن موسيقى ومن ضجر ومن زينة إلى غير ذلك، هذه هي المحرمات التي لا تجوز. والإنسان الأعمار بيد الله، يقدر يموت تماك ويحاسب الله سبحانه وتعالى، أو يرغم الزوجة ديالو الأولاد ديالو على السباحة بهذه الحالة، هذا يكون عليه حجة يوم القيامة، نسأل الله العافية. نصبروا على الصهد ديال الدنيا وما نصبروش على العذاب ديال يوم القيامة، نسأل الله العافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.